الإمبراطورية البابلية في العهد ديال حمورابي عمرها كانت تقدر تبقى صامدة كون السكان ديالها ما كانوش كيأمنوا حقيقيا بالقانون ديالها اللي كان قائم على العين بالعين والسن بالسن وبالتسلسل الهرمي اللي كيقسم الأفراد والأجناس لفئات غير متساوية. وكذلك الإمبراطورية الرومانية مجلس الشيوخ اللي كان فيها ما كانش يقد يستمر حتى هو كون ما كانوش كيأمنوا الأفراد أن الإله جوبيتر هو اللي أمرهم باش يحافظوا عليه. كذلك النظام المسيحية ما كانش ممكن يستمر 2000 سنة كون ما أمنوش الأغلبية الكهنة بالمسيح. والديمقراطية الأمريكية حتى هي ما كانش تقد تستمر 2 القرون ونص كون ما أمنوش الأغلبية الرؤساء وأعضاء الكونغرس بحقوق الإنسان والمساواة. أما بالنسبة للنظام الاقتصادي الحديث عمره كان يقد يدوم نهار واحد كون ما أمنوش الأغلبية المستثمرين والمصرفيين بالمبادئ الرأسمالية. السؤال إذن هو كيفاش تقد تخلي البشر يآمنوا بواحد النظام خيالي وهمي بحال النظام ديال حمورابي أو الديمقراطية أو الرأسمالية وما إلى ذلك؟ الجواب من أجل هذا الشيء هو ما خصناش نعرفوا أن هذا النظام هو ماشي حقيقي. خاص البشر يعتقدوا أنه جاي من عند آلهة مثلا أو قوانين طبيعية مستقرة إلى آخره. في العهد ديال حمورابي ما يمكنش تكون مساواة في المجتمع ماشي لأن حمورابي هو اللي قالها وإنما لأن الآلهة إنليل ومردوك هما اللي قرروا هذه الحقيقة. وحنا دابا كنعتقدوا أن البشر متساوون وكل شيء عنده الحق في العيش وفي الحرية والسعادة والمساواة ماشي لأن توماس جيفرسون هو اللي قالها وإنما لأن الإله هو اللي خلق البشر على هذا النحو. كذلك السوق هو أفضل نظام اقتصادي ماشي لأن آدم سميث هو اللي قرر هذا الشيء بل لأنه قانون ثابت في الطبيعة. وهاد الحقائق المختلفة هذه اللي كتبدل من عصر الآخر ومن مجتمع الآخر كيقرروها لنا من الولادة ديالنا وكذلك حتى حنا كنقرروها لولادنا من الولادة ديالهم. المجتمع ما كيتوقفش على غرس المبادئ ديال الأنظمة الخيالية في دماغنا اللي كيتم التلقين ديالها والتطبيق ديالها بكل الطرق وفي جميع المجالات. كتدمج في القصص الخيالية، في الدراما، في اللوحات والأغاني، في الأفلام والمسلسلات والأدب والدعاية السياسية وحتى في الهندسة المعمارية والوصفات والأزياء إلى آخره. العلوم الإنسانية والاجتماعية كتكرس جزء كبير من الطاقة ديالها لشرح كيفية النسج ديال واحد النظام وهمي خيالي في الأدمغة البشر. كاينين 3 العوامل الرئيسية اللي كتمنعنا من فهم أن هذا النظام اللي كيتحكم في حياتنا كلها ما عندوش وجود في الواقع الموضوعي وإنما كاين فقط في المخيلة ديالنا. أولا كيتم دمج النظام الخيالي في العالم المادي اللي كنعيشوا فيه وفي الحياة اليومية ديالنا. وخا هذا النظام كاين غير في المخيلة الأفراد كيولي منقوش على الحجر في العالم المادي اللي كنعيشوا فيه. على سبيل المثال في هذا الوقت اللي احنا فيه كنآمنوا بالمساواة وإذن ولا مألوف جدا أنك تشوف الأطفال الأغنياء كيلبسوا الجين اللي في الأصل كان خاص غير بالطبقة العاملة. ولكن في العصور الوسطى فاش الأفراد كانوا كيآمنوا بأنه ما كايناش مساواة وأن البشر مقسمين لطبقات ما يمكنش أبدا تشوف شي شاب نبيل لابس بحالو بحال الفلاحين. واللقب ديال سيد أو سيدة كان امتياز نادر مخصص فقط للنبلاء وكيتكتسب غالبا عن طريق الدم. ولكن في هذا العصر أي رسالة لأي شخص كيما بغى يكون المتلقي ديالها خاصها ضروري تبدأ بسيدي أو سيداتي. مثال آخر، أغلبية الغربيين كيأمنوا بالفردية وكيعتقدوا أن كل إنسان هو فرد مستقل والقيمة ديالو ما كتعتمدش على داكشي اللي كيعتقدوه الآخرين بالشأن ديالو. كل واحد فينا كيحمل واحد النور ساطع اللي كيعطيه القيمة ومعنى لحياته. في المدارس الغربية الحديثة المعلمين وأولياء الأمور كيعلموا الأطفال ديالهم أنه إلا بقى حتى سخر منهم شي طفل أو شي واحد من الأقران ديالهم خاصهم يتصرفوا وكأنه حتى حاجة موقعت لأنهم هما بوحدهم عارفين القيمة ديالهم وماشي الآخرين اللي دايرين بيهم. كذلك في الهندسة المعمارية الحديثة المنازل العصرية المثالية كتنقسم لعدة غرف صغيرة بحيث كل طفل خاص تكون عنده مساحة خاصة به اللي قد يبقى فيها مخفي على الأعين الآخرين كينعم ببعض الخصوصية ديالو وواحد القدر صغير من الاستقلالية. غرف النوم ضروري يكون عندها أبواب وعادي يقوم الأطفال والمراهقين بالقفل ديالها ولو باستخدام المفاتيح شي مرات، وكيتمنع على الوالدين الدخول بالخصوص في المجتمعات الغربية بدون الدق ديال الباب أو الاستئذان. والغرفة كتزين بواحد الشكل اللي غادي تناسب الذوق والخيال ديال الطفل مع ملصقات على الجدران ديال الممثلين ونجوم ديال الموسيقى وحتى جوارب قادرة ملقاة على الأرض إلى آخره. والطفل اللي كينشأ في هذا الفضاء بحال هكا ما يمكنش يتخيل راسو من غير فرد اللي القيمة ديالو كتنبع من الداخل ديالو وماشي من الخارج والمحيط اللي داير به. ولكن في العصور الوسطى
ما كانوش الناس كيامنوا بالفرديه. القيمه ديال الناس كانت كتجي من المكانه ديالهم في التسلسل الهرمي الاجتماعي والعائلي ومن نظرات الاخرين وداكشي اللي غيقولوه هاد الاخرين عليهم. انه تتم السخريه منك كانت بمنتهى الاهانه. كانوا الناس كيعلموا ولادهم يحافظوا على الاسماء العائليه ديالهم باي ثمن ومهما كلفهم الامر. وفي المنازل شحال هادي كان نادرا فاش يمكن لك تلقى غرف ديال النوم خاصه بالاطفال، والمراهق ما يمكنش ينعم بغرفه ديال النوم خاصه به في الطابق العلوي مع ملصقات ديال الملك ارثر او سبارتاكيوس مثلا على الجدران. كذلك ما يمكنش يمنع والديه من انهم يدخلوا بدون استئذان، وما يمكنش يغلق الباب ديال الغرفه ديالو من اجل شويه الخصوصيه والاستقلاليه. كان كينعس في غرفه مع العديد من الاخوه ديالو الاخرين، وكان ديما تحت الضغط ديال النظرات وخاصو ضروري ياخذ بعين الاعتبار شنو يقدروا يقولوا عليه هاد الاخرين. وكان اذا كيستمد القيمه الحقيقيه ديالو من المكانه والتسلسل الهرمي والاجتماعي والعائلي ومن الاحكام ديال المحيط اللي داير به. اما بالنسبه للشرط الثاني فالنظام الخيالي خاصو يكون داخل بواحد الشكل اساسي في التشكيل ديال الرغبات ديالنا. وخا ما نبغيوش نعترفوا ان النظام الخيالي هو اللي كيتحكم في التفاصيل د حياتنا، كلنا كنتزادوا في واحد النظام خيالي اللي كيكون موجود سابقا قبل من الولاده ديالنا. ملي كنحلوا عينينا على هاد الحياه، الاساطير المهيمنه في المجتمعات كتشكل لنا جميع الرغبات ديالنا، وهاد الرغبات اللي كانوا اليوم من بعد كنعتبروها شخصيه كتولي اذا هي اللي كتدافع على النظام الخيالي وكتعمل على الاستمرار ديالو في العقول ديالنا ود الافراد بصفه عامه. على سبيل المثال الرغبات الأكثر غلاوة بالنسبة لنا في هذا الوقت واللي بقات متداولة كذلك لعدة قرون دابا هي رغبات رومانسية رأسمالية وإنسانية. مثلا غالبا ما كنعطيو لبعضياتنا النصيحة ديال تبع قلبك، وكنساو أن القلب ما عندوش إرادة حرة. القلب هو عميل مزدوج اللي كياخد التعليمات ديالو من الأساطير السائدة اللي تربينا عليها. وهذه الفكرة تغرست لنا في دماغنا من خلال مزيج ديال الأساطير الرومانسية ديال القرن التاسع عشر وكذلك الأساطير الاستهلاكية ديال القرن الماضي، وحتى داكشي اللي كنعتبروه رغبات شخصية أنانية 100% تم البرمجة ديالو حسب النظام الخيالي اللي كنتواجدوا فيه. بحال مثلا الرغبة الأكثر شعبية اللي كاينة في أننا نقوم بقضاء إجازة في الخارج. الامر اللي ماشي طبيعي ان مثلا واحد الذكر الفا ديال واحد الفصيله معينه من القرده يستخدم القوه ديالو باش يمشي اجازه للاراضي ديال مجموعه مجاوره من افراد ديال الفصيله ديالو. والنخبه اللي كانت في مصر القديمه كانت كتخسر الثروات ديالها في بناء اهرامات ضخمه والتحنيط ديال الجثث، ولكن ما كانوش كيفكروا في انهم يمشيو يتسوقوا في بابل او ياخذوا اجازه من اجل الاستجمام في الجزر اليونانيه مثلا. ولكن في هذه الأيام البشر كيخسروا مبالغ طائلة على إجازات الخارج لأنهم مؤمنون حقيقيون، لأنهم أتباع وفيون ديال أساطير النزعة الاستهلاكية والرومانسية. في هذا العصر كاينين جوج الإيديولوجيات السائدة اللي هما الرومانسية والاستهلاكية. الرومانسية كتقولنا بلي خاصنا نعملوا على تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات البشرية ديالنا ونكثروا ما أمكن من التجارب. كتقولنا أننا بحاجة نسلموا نفوسنا لمجموعة واسعة من المشاعر ونختبروا أنواع مختلفة من العلاقات ونجربوا مأكولات مختلفة متعددة ونزوروا أكبر عدد من الأماكن ونسمعوا أنماط مختلفة من الموسيقى إلى آخره. ومن أجل هذا الشيء خاصنا نبعدوا على الروتين اليومي ديالنا ونتخلوا على المحيط المألوف ونسافروا لأماكن بعيدة اللي فيها غنقدوا نجربوا ثقافات وروائح وأذواق ونكتشفوا عادات مختلفة عند شعوب أخرى مختلفة إلى آخره. كنسمعوا ديما أساطير رومانسية على كيفاش واحد تجربة جديدة حلت لي عيني وغيرت لي حياتي. وكذلك النزعة الاستهلاكية كتقولنا بلي باش نكونوا سعداء خاصنا نشريو أكبر عدد من المنتوجات والخدمات. إلا حسينا بلي شي حاجة ناقصنا في حياتنا ما علينا إلا نعملو باش نشريوها، سيارة، ملابس، أغذية أو دروس ديال اليوغا إلى آخره. أي إعلان في التلفازة هو عبارة على وهم صغير حول استهلاك واحد المنتوج أو خدمة اللي غيجعلوا منا نكونوا مرتاحين وسعداء أكثر. والمبدأ الرومانسية اللي كيشجعنا باش نعيشوا تجارب متنوعة كيتماشى نيشان مع النزعة الاستهلاكية. الزواج ديال هاد الجوج غيؤدي إذن للولادة ديال واحد السوق لا متناهي من التجارب اللي عليه مؤسسة الصناعة ديال السياحة الحديثة، اللي ماشي كتبيع لك فقط تذاكر ديال الطائرة أو غرف في الفنادق أو مأكولات إلى آخره، وإنما كتبيع تجارب بأكملها. باريس مثلا هي ماشي عبارة على مدينة فقط، والهند هي ماشي دولة فقط، وإنما هما تجارب. الرومانسية والاستهلاكية كيهدفوا للتوسيع ديال الآفاق والإمكانيات البشرية ويخليوك تكون زعما سعيد أكثر. لهذا فاش شي جوج مجوجين كيبغيو يعطيو نفس جديد للعلاقة ديالهم كيمشيو إجازة لباريس.
ماشي لأنها رغبة مستقلة عندهم، وإنما هادشي كيعكس الإيمان القوي ديالهم بالأساطير د النزعة الاستهلاكية الرومانسية اللي خدمت من أجل هاد الدعاية عن طريق الأفلام والأغاني إلى آخره، اللي ديما كيمدحوا هاد المدينة وكيحبوا فيها الناس على أساس أنها مدينة الرومانسية والحب إلى آخره. في مصر القديمة ما يمكنش تخطر في البال ديال شي رجل غني أنه باش يصلح أزمة الزواج ياخد الزوجة ديالو إجازة للمدينة ديال بابل أو روما مثلا، يقد عوضا على هذا الشيء يبني لها واحد القبر فخم كما هو في الأحلام ديالها. وتماما بحال النخبة المصريين القدماء، معظم الناس في معظم الثقافات كيدوزوا حياتهم كلها كيبنيو أهرامات من ثقافة الأخرى ومن بلاد الأخرى، اللي كيتبدل هو فقط الأسماء ديال هاد الأهرامات حسب الحجم والشكل. فيلا أنيقة في شي مكان فخم وراقي مع حوض ديال السباحة وحديقة، أو شقة راقية في شي برج اللي كتطلع على مناظر خلابة وقاطعة الأنفاس إلى آخره. القليل فقط اللي كيشككوا في الأساطير اللي كتخلينا نرغبوا باستمرار في أننا نبنيو أهرامات معينة. أما بالنسبة للشرط الثالث فالنظام الخيالي خاصو ديما يبقى يبان على أنه ذاتي، وواخا نبذل شخصيا واحد المجهود خارق باش نحرر الرغبات الشخصية ديالي من القبضة النظام الخيالي اللي لقيت راسي فيه، كنبقى غير عنصر غير مرئي من بين بزاف ديال الآخرين. ولتغيير النظام الوهمي اللي كنعيشوا فيه خاص نقنعوا الملايين من الغرباء بالتعاون معنا، بما أن هذا النظام ما كاينش غير في المخيلة ديالي بوحدي، وإنما كاين في الخيال المشترك بين ملايين الأشخاص. السفر للخارج، الهجرة لواحد البلاد متقدمة، الدولار، حقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره، هادشي كامل موجود في الخيال المشترك ضد ملايير الأفراد، وما يمكنش لشي فرد يهدم الوجود ديالهم. إلا كنت بوحدي ما بقيتش كنآمن بالدولار أو حقوق الإنسان أو المساواة أو بالولايات المتحدة كبلاد الأحلام إلى آخره، الأمر ما غيكون عنده حتى شي أهمية في المجتمع، وما غادي يوقع حتى شي تغيير، بما أن هادشي كامل هما أنظمة خيالية وهمية ذاتية مشتركة، لدرجة أنه من أجل التغيير ديالها خاص تغيير الوعي ديال ملايير الأفراد، الشيء اللي ما يمكنش يتم بسهولة وفي واحد الوقت اللي هو قصير. ما يمكنش تحقيق واحد التغيير بهذا الحجم إلا بمساعدة منظمة معقدة بحال السياسة أو حركة إيديولوجية أو طائفة دينية إلى آخره. ومن أجل إنشاء هذه المنظمات المعقدة خاص ضروري إقناع العديد من الغرباء باش يآمنوا عاوتاني بأساطير جديدة مشتركة. وهذا الشيء يعني أنه باش نبدلوا واحد النظام وهمي خيالي قائم خاص الإيمان بواحد النظام خيالي بديل آخر. ما كاينش طريقة للخروج من جميع الأنظمة الوهمية الخيالية. فيما غنهدموا الجدران السجن اللي حنا فيه وغنجريو هربانين لجهة الحرية، غنلقاو راسنا غير كنجريو في الساحة ديال واحد السجن أكبر شوية من هذاك اللي كنا فيه.